جاهز؟ طب يلا بينا. دنيا بتجري أخبار في ثواني، صورة كاملة لكل المعاني، من فن المال لصحة وسياحة، ومع حكايات أمل هنعيش الراحة. 5 دقايق ميكس مصري. يا صباح ومسا الفل والياسمين والرضا على عيون كل اللي بيسمعونا دلوقتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة وميكس جديد طازة من برنامجكم أخبار ميكس مصري، الكبسولة اللي بتجيب لكم خلاصة الأخبار لحد عندك في 5 دقايق. النهاردة الاثنين 25 مايو 2026، وجايب لكم معايا تجميعة أخبار طازة لسه خارجة من الفرن، اللي داير في التوك شو اللي قالب السوشيال ميديا، وطبعا أسعار الذهب والدولار وحالة الجو والشارع. ركزوا معايا بقى ويلا بينا نلمح لفتنا. الميكس التلفزيوني، البيت الكبير بتاع التوك شو. تعالوا نبدأ بالتوك شو وأبرز اللي دار على الشاشات ليلة امبارح، والمرة دي البداية مش من البرامج الإخبارية التقليدية، لا، ده الساحة الإعلامية نفسها هي اللي مقلوبة. الإعلامية ريهام سعيد رجعت تصدرت المشهد وعملت حالة جدل واسعة جدا بعد أحدث حلقات برنامجها الرئيسي صبايا الخير. الحلقة دي اتقلبت الدنيا بسببها على السوشيال ميديا، لدرجة إن قناة النهار أصدرت بيان رسمي عاجل قررت فيه حذف الحلقة تماما من كل منصاتها الرقمية، بعد ما واجهت ريهام انتقادات حادة بسبب تعليق اعتبره كتير من المتابعين والجمهور مهين في حق إحدى الضيفات. لكن المفاجأة إن ريهام ما سكتتش واستغلت برنامجها مع ريهام عشان تطلع وترد بكل قوة على الجدل ده وتوضح وجهة نظرها. ريهام أشفت في الحلقة كواليس وتفاصيل كتير من اللي دارت ورا الكاميرات وما شافهاش الجمهور، وظهرت في جانب شخصي جدا وهي بتدافع عن مسيرتها وتجربتها الإعلامية، واتكلمت عن الصعوبات والضغوطات الرهيبة اللي بتواجهها لما بتيجي تتناول قضايا حساسة وشائكة في المجتمع. طبعا الموضوع ده واخد حيز كبير من نقاشات الإعلاميين ليلة امبارح. ومن الملف الإعلامي نروح لصدى البلد وبرنامج على مسؤوليتي. الإعلامي أحمد موسى فتح ملف استثنائي وتاريخي عن النجم المصري محمد صلاح، واحتفى بمسيرته الأسطورية وصناعته للتاريخ مع ليفربول، ووصف اللحظة الحالية بأنها محطة فارقة وفخر لكل مصري وعربي. كمان البرنامج ركز على مفاجأة سارة للناس، وهي إعلان وزارة النقل والمترو عن خصم 50% على تذاكر المونوريل الجديد خلال العطلات الرسمية والمناسبات لمدة 3 شهور، ووصفوا المشروع بأنه أحدث تكنولوجيا وصلت مصر. وفي الفن بقى، السينما كانت منورة التوك شو. النجم كريم عبد العزيز صرح بأن فيلمه الجديد 7 دوجز بيمثل عودة قوية ومختلفة ليه لأفلام الأكشن وتحدي كبير فخور بيه، خصوصا مع مشاركة نجوم عالميين. والنجم أحمد عز علق برضو إن السر في نجاح السينما المصرية حاليا هو الصرامة والالتزام ووجود مخرجين كبار ورا الأعمال دي. أما في الملف الاجتماعي والديني، المتحدث باسم وزارة الأوقاف أعلن إن صكوك الأضاحي السنة دي وصلت ل10,000 طن لحوم، وفجر مفاجأة إن لأول مرة متاح تقسيط الأضحية على 6 شهور بدون فوائد للتسهيل على المواطنين مع اقتراب العيد. نيجي بقى للسكرولينج واللف في منصات التواصل الاجتماعي أكس وفيسبوك، ونشوف الدنيا مقلوبة على إيه لحد الساعات الأولى من صباح النهاردة. أولاً، ترند الإعلام. طبعاً اسم ريهام سعيد وقناة النهار هو الترند الأعلى في الساعات الأخيرة، والجمهور على فيسبوك وأكس منقسم ما بين ناس شايفة إن الحذف قرار الصح لحفظ كرامة الضيوف، وناس تانية مستنية تشوف ردود ريهام في الكواليس والدفاع اللي قدمته في مع ريهام. في الاقتصاد، الترند المالي الأول هو إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2022 بقرار رسمي، وتبدأ من امبارح الأحد 24 مايو، وده عشان الأهالي يلحقوا يجيبوا مستلزمات عيد الأضحى المبارك، والبوستات كلها دعاء وفرحة بالقرار. في الفن، هاشتاج فيلم 7 دوجز لسه متصدر ترند، والناس على فيسبوك مش مبطلة كلام عن كواليس الأكشن. في الأسواق، صفحات الأسواق والمحافظات بتتداول قرارات محافظة القاهرة الصارمة بخصوص فتح المجازر مجاناً للمواطنين طول أيام العيد، مع فرض حظر كامل على بيع الأضاحي في الطرق العامة للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري. ومن الأخبار للملاعب،
الجروبات الرياضية ما فيش وراها غير الدوري وأخبار الميركاتو. نادي الزمالك قالب السوشيال ميديا بعد تسريبات عن تغييرات مرتقبة وكبيرة جدا في قائمة الفريق، والإدارة بتواجه تحدي حقيقي لإعادة بناء الفارس الأبيض بصفقات جديدة وضخ دماء جديدة عشان يرجع لمنصات التتويج، والجماهير مستنية الإعلان الرسمي بفارغ الصبر. البورصة الأخوية، الذهب والفضة والدولار. نيجي بقى للي شاغل بال ومحفظة كل مصري، البورصة وأسعار السوق لصباح النهاردة الاثنين 25 مايو. الدولار بيشهد حالة من الاستقرار والهدوء في البنوك المصرية، سجل في البنك التجاري الدولي CIB وباقي البنوك حوالي 52 و27 جنيه للشراء و52 و37 جنيه للبيع. الذهب شهد انخفاض جديد وهادي في محلات الصاغة، متأثر بالهبوط العالمي بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة. الأسعار الحالية بدون مصنعية، عيار 24 سجل 7782 جنيها، عيار 21 الأكثر طلباً استقر عند 6810 جنيهات للجرام، عيار 18 سجل 5837 جنيها. الجنيه الذهب تراجع بنحو 40 جنيه ليسجل 54480 جنيها. الحديد استقرار تام في أرض المصنع، حديد عز مسجل 39550 جنيه للطن، وباقي المصانع بتتراوح بين 39000 و 39500 جنيه. كارت الأرصاد، هتعمل إيه وإنت خارج بكرة؟ وقبل ما نقفل ميكس الأخبار بتاعنا لازم أقول لكم تعملوا حسابكم في إيه بكرة التلات وإنتوا خارجين لشغلكم. هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن الجو نهاراً هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف ومعتدل جداً على سواحلنا الشمالية، لكن هيفضل حار على جنوب الصعيد. أما بالليل فالجو هيرطب وهيكون مائل للبرودة، يعني اللي سهرته طويلة ياخد معاه جاكيت خفيف. والشبورة المائية الصبح بدري هتكون موجودة على الطرق الزراعية والسريعة، فنرجو من السادة السائقين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة. لحد هنا وخلصت كبسولة النهاردة من أخبار ميكسا مصري، لفينا فيها لفتنا وعرفنا كل التفاصيل اللي دايرة حوالينا في 5 دقايق. وطبعا مش هفكركم، بالليل معادنا مع حكايات من بيوت المستمعين اللي بنعرضها في برنامجنا التاني حكايات أمال، وحكاية خروف العيد المغشوش. بعدنا بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة طازة. سلام يا أحلى مستمعين.